قص كويس، لأن ممكن بعد الفيديو ده ما تبقاش لوحدك. أنا اسمي كريم، ومن زمان وأنا بحب قصص الرعب، بس عمري ما تخيلت إن قصة منهم هتحصل قدامي. صاحبي سليم، وهو واحد هادي جدا وملوش أصحاب، حكالي عن حاجة غريبة حصلت له في المدرسة. قال إنه كان قاعد في الحصة عادي، المدرس بيشرح وكل حاجة طبيعية، وفجأة كل حاجة وقفت. المدرس سكت، الطلبة اتجمدوا، مفيش صوت، مفيش حركة، وهو الوحيد اللي كان شايف كل حاجة بس مش قادر يتحرك. قال إن اللحظة دي كانت أطول من أي وقت عدى عليه، لحد ما باب الفصل اتفتح لوحده ودخل حاجة مش بني آدم. جسمه رمادي طويل وعينيه سودة بالكامل، كان بيتحرك ببطء كأنه بيدور على حد. وقف قدام ولد وفضل باصص له، وبعدها كل حاجة رجعت طبيعية فجأة. المدرس بيشرح والطلبة بتتكلم كأن مفيش حاجة حصلت، بس الولد ده كان واقف ساكت، وشه شاحب وعينه غريبة. أنا ضحكت وقلت له أكيد كابوس. بس بالليل وهو عندي في البيت سمعنا خبط على الباب. أمي فتحت وكان سليم. قال إنه نسي حاجة. دخل، وأول ما الباب اتقفل كل حاجة اتجمدت. أمي وقفت مكانها وأنا مش قادر أتحرك، بس عيني كانت بتتحرك، وبصيت عليه ولقيته بيبصلي وبيبتسم. وشه بدأ يتغير، بقى شاحب وعينيه اسودت، وقال بس مش بصوت، جوه دماغي: أنا مش بختار أي حد، أنا بختار اللي بيصدق. قرب مني وقال: ودلوقتي دورك. صحيت بعدها في سريري، افتكرت إنه حلم، بس لما بصيت في المراية فهمت الحقيقة. عيني بقت سودة، ومن يومها كل ما حد يبص لي شوية زيادة بحس إنه بدأ يشوف نفس الحاجة اللي أنا شفتها.